السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس من مدارس هبة الله. إن شاء الله يا مس اليوم رح نبلش في الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، درسنا يلي هو مجموعة البناء. أوكي، طبعا كان درسنا السابق بيحكي عن مجموعة الطاقة، وتعرفنا على إيش هي مجموعة الطاقة، وأيضا إيش بتشمل لي مجموعة الطاقة. نفس الشيء هون برضو رح نكمل عن مجموعة البناء. طبعا مثل ما حكيت لك أنا هون بحكي عن أغذية مفيدة ومهمة، أيضا مش بس مفيدة، مهمة لجسم الإنسان. طب بس خلينا بداية نحكي إيش يعني أو إيش مفهوم مجموعة البناء. هلأ مجموعة البناء هي مجموعة الأغذية التي تساعد الجسم على النمو، وهي تتكون من الأغذية الغنية بالبروتينات. إذن هون أنا بخص بالذكر البروتينات، تمام؟ هلأ إذن إيش هي مجموعة البناء؟ مجموعة الأغذية يلي بتساعد على النمو، إذن هي بتساعد جسم الإنسان لحتى ينمو ويكبر، تمام؟ وأيضا تتكون من الأغذية الغنية بالبروتينات. طب إيش هي البروتينات؟ هلأ البروتينات أيضا هي مركبات، ومجرد ما أحكي مركبات يعني هي بتتكون لي من أكثر من عنصر، تمام؟ إذ تحتوي على كربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين. إذا بتحتوي لي على كربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين. كل هدول بيكونوا طبعا يمس بنسب وترتيب محددين، بيكون في نسبة محددة وأيضا ترتيب محدد لهدول العناصر. وأيضا تعد من أغذية البناء الأساسية، بتساعد على نمو الخلايا وتجددها وعلى بناء العضلات. إذا خلينا نحكي من كلمة بناء، إذا هي بتبني الجسم، بتعطي الجسم طول، وبتزيد أو بتساعد الجسم بشكل عام على النمو. ومثل ما حكيت لك تتكون عندي من الأغذية الغنية بالبروتينات. هلأ شو البروتينات؟ حكينا مركبات تحتوي على كربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين، وكل هدول بيكونوا يا سادس بنسب وترتيب محددين، وبتعد من الأغذية البناء الأساسية للجسم، لأنها بتساعد يمس عندي على نمو خلايا الجسم، وأيضا بتجددها، وكمان بتساعد عندي على بناء العضلات. هلأ يا مس بدنا نحكي عن مصادر البروتين. من وين بناخذ البروتين يلي حكينا مهم لبناء الجسم؟ هلأ مس عندي في مصدرين، مصادر حيوانية ونباتية. هلأ من كلمة الحيوانية بدنا نعرف إن أو فهمنا إنها الأغذية يلي بنحصل عليها من الحيوانات، مثل الحليب ومشتقاته، اللحوم بأنواعها. أوكي، إذا بناخذ البروتين من الحليب ومشتقاته ومن اللحوم بأنواعها. أما المصادر النباتية يعني اللي بنحصل عليها من النباتات، مثل مين؟ مثل العدس، الحمص، الفول، حبوب السمسم والبازيلا. كل هدول هم من خلالهم بحصل أنا على مصادر البروتينات. أوكي، إذا تعرفنا إيش معنى مجموعة البناء، إيش المكون الأساسي للبناء اللي هي البروتين، وأيضا إيه من وين بحصل أنا على البروتين. هلأ أيضا يمس مثل ما حكيت لك في السابق بالنسبة لمجموعة الطاقة، مثل ما في عندي فوائد، في عندي أيضا ممكن مضار، أمراض تكون مرتبطة هون عندي بنقص، مش بالزيادة، بنقص البروتينات. في حال صار في عندي نقص بالبروتينات، إيش الأمراض يلي بتصير عندي بالجسم؟ هلأ يا مس يؤدي نقص البروتينات في الجسم إلى الإصابة بأمراض عدة، منها الاضطرابات بنمو أجسام الأطفال. لهيك دائما بيحكوا مثلا لازم الطفل يشرب حليب. ليش لازم يشرب حليب؟ حتى ينمو، لأنه الحليب مثل ما حكينا ومشتقاته بيكون غني بالبروتين. طب في حال صار في عندي نقص بالبروتين، راح يكون ما في عندي نمو بشكل سليم، راح يصير في عندي اضطرابات أيضا في النمو.
هاد كل شيء يمس بالنسبة لدرسنا سهل بسيط، ويعطيكم ألف عافية. طبعا بالنسبة لحل وقوم تعلمي راح يكون مرفق في التلخيص، وإن شاء الله بنحله مع بعض في الحصة التفاعلية. يعطيكم ألف عافية.